كان الكون فكرة في قلب الإله ثم كلمة منطوقة. الجملة دي هي اللي هنبدأ بيها الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو النهاردة فلسفي بدرجة أولى، ونتكلم كمان عن موضوع يمكن محدش كتير اتكلم فيه ومش ناس كتير تعرف عنه حاجات كتيرة، ألا وهو نظريات الخلق في مصر القديمة. المصري القديم فكر ازاي ان الكون ده اتعمل ازاي. في بداية القصة خلينا نتكلم عن انه لما اتخلق الكون الانسان قرر بعد شوية ان هو يعمل ديانة. الديانة دي كانت ايه لازمتها؟ الديانة دي ليها اسباب كتير. احد الاسباب هي تفسير الظواهر اللي بتحصل حوالينا، احد الاسباب هي شرح ان احنا ازاي بقينا موجودين، احد الاسباب انه الانسان يبقى عنده سبورت حتى لو هو مش شايفه يرجع له في طول الوقت، لما يكون عنده مشكلة، لما يكون عنده طلب، حد يحس ان هو مسنود عليه. ودي معظم الاسباب الاهم لنشأة الديانات. لما المصري القديم فكر ان هو يأسس الديانة، يعني في بداية الخليقة قبل ما كل الديانات اللي احنا شايفينها دي تظهر، كان بيفكر في موضوع الديانة وبيفكر في الإله بصورة فلسفية بحتة وبصورة عميقة جدا وبصورة في منتهى الرقي. طيب خلينا نقول انه المصري القديم كان عنده وجهة نظر مختلفة تماما لنظريات الخلق او للكون ده اتعمل ازاي، وسميناهم نظريات الخلق في مصر القديمة. اهم المدارس دي او النظريات دي كانوا 3 نظريات. نظرية منف اللي هو المسيطر فيها بتاح. النظرية الثانية هي تسوع هليوبلس، ودي نشأت فيه هليوبلس. النظرية الثالثة هي ثامون الأشمونيين، جاية من رقم 8. مش مهم مين فيهم ابتدى الأول ومين كان آخر واحد، لكن المهم عندنا دلوقتي إنه تقريبا بنتكلم في نفس الفكرة. إيه هي الفكرة؟ الفكرة اللي أنا ابتديت بيها الفيديو النهاردة. كان الكون فكرة في قلب الإله. يعني إيه كان الكون فكرة في قلب الإله؟ طب ليه مش فكرة في عقله؟ طبعا احنا عارفين وقلت لكم قبل كده ان المصري القديم بيفكر او يظن او بيتخيل ان مصدر النية دايما بتيجي من القلب. واحنا في ديانتنا الحديثة اللي هي الديانات الابراهيمية بنفكر دايما في فكرة انه لازم قلبك يكون نظيف عشان تبقى انسان كويس، وعشان تبقى انسان نقي لازم بنقول دايما نقي قلبي يا الله، يعني عايز قلبي يكون نقي مش عقلي اللي يكون نقي، لان القلب بيبعت لكل حتة في الجسم. فالمصري القديم كان بيحاسب البني آدم على حسب نواياه مش على حسب أفعاله. لو عندي نية كويسة هتحاسب إن أنا إنسان كويس. قد يكون الأكشن اللي نتج عن النية الكويسة كان غلط، فده مش معناه إن أنا هتحاسب على الأكشن اللي حصل اللي كان غلط، لا، أنا هتحاسب على نيتي، إن أنا عملت كده معاك من نية كويسة، من باب إن أنا عايزة أساعدك. أنت ممكن تكون خدت الفلوس دي رحت اشتريت بيها أي حاجة تضرك، دي مش مشكلتي، الأكشن ده أنا مش مسؤول عنه. فابتدى نظرية الخلق في منف بفكرة أو بكلمة إنه كان الكون فكرة في قلب الإله. خلينا نقف شوية عند فكرة إنه الكون كان فكرة في قلب الإله. إحنا كده بنتكلم في فكرة الخلق على مراحل. يعني إيه؟ يعني الفكرة أول ما بتنشأ في القلب، بعدين بتروح للعقل تتحول لفكرة متكاملة، بعدين بقولها. يعني فلنتخيل إن أنا مثلا عايزة أكتب رواية، أنا كاتب، انا بخلق الفكره الاول، بيجيلي الالهام او بيجيلي نيه ان انا اعمل روايه، بعد شويه بفكر في الفكره، بعد الفكره ما تتبلور بقسم الفكره لافكار يعني منتظمه او متسلسله، وبعد شويه بقول الفكره دي، بقعد اكلم نفسي شويه، بقعد اعمل اي حاجه اتكلم مع نفسي بحيث ان انا ابدا اشوف النص اللي ممكن يتعمل ايه، بعد شويه هكتبها على الورق. فاحنا كده عندنا 3 مراحل. مرحله الفكره اللي هي بداية الخلق، معنى كده انه الافكار اللي انا بفكر فيها دي بداية مرحلة خلق للافكار دي. يعني كل العلماء والناس اللي عملت اختراعات عظيمة الموضوع ابتدى عندهم بفكرة. انا شخص قاعد جدا عادي زي الناس، وفجأة لقيت تفاحة بتقع جنبي. ما هو مليون واحد قبل نيوتن وقعت جنبه تفاحة ووقعت جنبه اي حاجة، مفكرش ليه في موضوع الجاذبية. لكن نيوتن فكر في انه لا، ده التفاحة وقعت من فوق فلازم يكون في قوة ضغطة عليها من فوق وقوة بتشدها من تحت، فلازم يكون في سر احنا ما نعرفوش. ده كله بيدور في قلبه وبعدين طلع لعقله. بعد كده ابتدى يفكر في الفكرة بشكل متسلسل، وبعد كده قعد يكلم نفسه ويقول لنفسه طب هي التفاحة بتطلعش لفوق ليه، بتنزل لتحت ليه؟ فقعد يكلم نفسه لغاية ما الفكرة خدت شكل الصوت. بعد ما خدت شكل الصوت دخلنا على الفيزيكال اكزيستنس اللي هي الشكل الوجود المادي، اللي هو بطلعه على ورقه بكتبه، بعمله في مسرحيه، بعمله فن ارت ان انا برسم او بعمل تمثال. فهي نفس القصه بالظبط، انه الافكار اللي انا بعملها دي بدايه خلق جديده.
فالفكرة ابتدت في قلب الإله، بعد كده راحت تحولت لكلمة منطوقة. كلمة منطوقة يعني بداية الخلق ظهر بفكرة، وبعدين تحول لكلمة. فأول حاجة تطلع من داخل الإله هو الكلمة اللي هو الصوت، كلمة الله. فده صوت كلمة الله أو كلمة الإله، دي مش حاجة منفصلة عنه، هو اللي اتكلمها. يعني هو الإله بنفسه فكر وبعدين قرر إن هو يتكلم، فظهرت الكلمة. بعد ما ظهرت الكلمة ظهر الكيان اللي موجود قدامي. وهي نفس الفكرة اللي موجودة في المسيحية، كلمة الله، إن ربنا خلق أو قال كلمة اللي هو المسيح، وبعدين المسيح ده بقى موجود. نفس الفكرة الآب والابن ونفخ فيه من روحه الروح القدس. فدي 3 حاجات، بس هي في الأصل حاجة واحدة، في الأصل الإله، الكينونة الواحدة. نفس القصة كن فيكون، كن فيكون. لو الإله قال فليكن إنسان هيبقى إنسان. ده معناه إن الإنسان منفصل عن الله؟ في الحقيقة لا، مش منفصل، مش منفصل. وده ظهر في النظريات الثانية، ظهر في نظرية اليوكليس اللي هي بنسميها تسوح اليوكليس. ايه بقى قصة اليوكليس؟ قصة اليوكليس ان الكون نشأ من محيط ازلي. المحيط الازلي ده هو الماء الازلي. هي ايه المصطلحات الغريبة اللي احنا بنقولها انه يعني ايه ماء ازلي؟ ماء ازلي يعني مية محيطات ومية بحار ومية انهار ونهر النيل والكلام ده. بس في الحقيقة لا، الماء الأزلي مش هو الماء اللي احنا شايفينه، ده ماء أكثر نقاء، وده هو المصدر الأساسي لكل المية الموجودة على كوكبنا. ومؤخرا ناسا اكتشفت مكان في الفضاء موجود فيه أكبر كمية أو تجمع مائي، وقالوا إنه المية اللي موجودة على كوكب الأرض دي كلها جاية من هذا التجمع المائي اللي موجود في الفضاء. فهل المصريين القدماء لما قالوا المحيط الأزلي أو الماء الأزلي كان قصدهم مصدر الأساسي بتاع المية اللي موجود في الفضاء ولا لأ؟ ما نعرفش. فسموا المحيط الأزلي أو الماء الأزلي ده سموه نون. نون ده كان عبارة عن محيط أزلي فيه مية أزلية، يعني من الأب من منذ بداية الخليقة حتى نهاية الخليقة، حاجة ما بتخلصش يعني. وفي نفس الوقت في المحيط ده كان فيه الإله موجود جوه. فالإله خرج التل الأزلي على شكل حاجة كده تبقى شبه الهرم، خرجت من المية، وبعد كده جلس عليها الإله، أو ظهرت بيضة خرج منها الإله. الإله هو اللي خلق كل الحاجات دي وخلق نفسه بنفسه. مفيش حاجة اسمها ما قبل الإله، لأنه ما كانش فيه حاجة. الإله هو اللي خلق نفسه وبعدين خلق الموجودات كلها. طيب المصري القديم عايز يشرح لنا يا جماعة إنه ربنا خلق الشمس وخلق الهواء وخلق الأرض وخلق السماء وخلق كل الموجودات اللي ظهرت بعدين. يشرح لنا القصة دي إزاي؟ خلاص احنا في البدء كان الكلمة، كلمة الله، اللي هو ربنا قرر ان هو يخلق وقرر ان هو يتكلم، والحاجات دي كلها وجود. معنى كده ان الحاجة الأقدم في عملية الخلق بعد الفكرة هو الصوت. خلينا نقف عن فكرة الصوت دي، لأنه احنا بنقابل إشكاليات كبيرة جدا في موضوع الصوت، لأنه احنا لسه ما عندناش معلومات كتير عن طاقة الصوت. غالبا يعني انا شغاله ببحث في القصه دي بقالي حبه حلوين، بس ما جمعتش معلومات كفايه، لانه المعلومات اللي موجوده عن طاقه الصوت دي قليله جدا. دي من المعلومات والمعرفه القديمه جدا اللي تقريبا ما بقاش ليها وجود دلوقتي، وحتى الاجيال ما تناقلتهاش، فما نعرفش عنها حاجه كتير. فالصوت اللي هو بدايه الخلق او بدايه ترتيب عمليه الخلق احنا ما نعرفش عنه كتير. لكن الصوت ده بيأثر في كل حاجة. الصوت ده ممكن يخلينا نأثر على الجاذبية، ممكن يخلينا نأثر على وزن الحاجات، ممكن يخلينا نأثر على الوظائف العضوية بتاعة الجسم. الحقيقة هو أكتر بكتير مما نظن يعني. المهم إن الإله قرر إن هو يخلق الكون. في سفر التكوين موجود إن الإله خلق الأرض والسماء والبحار والمحيطات والمية وفي الآخر خالص خلق الإنسان. الكلام ده برضو موجود في القرآن، بس موجود في فكرة إنه انا مش فاكره النص بالظبط، بس بيقولوا انه السماء والارض كانوا لازقين في بعض. دي نفس الفكره اللي كانت عندنا في مصر القديمه زمان. الاله عطس وتفل وقرر ان هو العطسه اللي عطسها دي، بما ان الانسان لما بيعطس بيطلع ميه، فدي عملت رطوبه. الرطوبه دي لبسناها واحده ست وسميناها تفنوت. وبرده في العطس بيطلع هواء، فالهواء ده لبسناه راجل وسميناه شو. بس قبل الاثنين دول ما يظهروا هو عمل الارض والسماء. خلق قصة الخلق هي اللي خلق الارض والسماء، بس الارض والسماء كانوا لازقين في بعض.
الأرض اداها شكل راجل ولبسها لبس راجل وسماها جب، والسما على شكل ست وسماها نوت. ليه السما ست؟ عشان السما كل يوم الشرق بيطلع من الشرق الشمس وبيغرب في الغرب الشمس، يعني السما بتلد الشمس كل يوم في الشروق، فمحتاجين شكل واحدة ست. مش لأن هي ست فعليا، لأ، بس احنا بناخد العناصر بنلبسها شخصيات وفقا للطاقة اللي احنا عايزينها. احنا هنا عايزين طاقة أنوثة، طاقة أنوثة، لأن الطاقة الأنثوية هي الأصل وهي اللي منحت الحياة لكل الموجودات. فقرر ان هو يديها شكل ست ويسميها نوت، والست دي شكلها جميل. ويقال يعني ان جب اللي هو الارض ونوت كان في بينهم قصه حب عميقه جدا، لدرجه ان هم كانوا دايما ملتصقين ببعض. في حاجات كمان الناس ممكن تبص لها ببصه مختلفه. البصه المختلفه دي لجب ونوت، لانه زي ما قلت لكم ان جب كان بيظهر في شكل راجل ونوت كانت بتظهر في شكل ست، بس هم في الاصل كانوا ملتصقين، يعني كانوا لازقين في بعض، جب تحت ونوت فوق جب. وده عشان يشرح لنا فكرة الخلق. وكانت معظم الوقت جب الراجل كان بيمثل وهو عالي، وكمان العضو بتاعه في أوقات كتير كان بيبقى منتصب. ده مش معناه إنه إحنا بنتكلم على مناظر خليعة، ده معناه الخلق، لأن الخلق بيحصل بين العلاقة بين الطاقة المذكرة والطاقة المؤنثة، أو الراجل والست لو هنتكلم عن physical existence أو الوجود المادي. فدايما كانوا في معظم الوقت بيصوروا وهما الاتنين وراه، عشان يشرح لنا فكرة الخلق، مش عشان يودينا في اي حتة تاني دماغنا بتروح فيها. بعد كده ربنا عايز يخلق الهواء وعايز يخلق المية، هنعملها ازاي دي والاتنين لازقين في بعض؟ ففكر انه زي ما قلت لكم انه هو عطس وتف، فكون اتنين، الهواء والرطوبة. الرطوبة دي مسؤولة عن المية ومسؤولة عن الأمطار ومسؤولة عن أي حاجة ليها علاقة بصورة المية في الصورة السائلة أو حتى في الصورة الغازية. فعشان يشرح لنا إنه في حاجة ظهرت بين الأرض وبين السماء، لأن السماء المفروض تبقى معلقة فوق والأرض تبقى تحت، فجالنا شودة. ويقال إن شودة كمان كان بيحب نوت اللي هي السماء، وكان غيران جدا من جب لأن هما طول الوقت ملتصقين، فقرر إن هو يرفع السماء لفوق وجب يفضل موجود تحت. وشودة هيبقى طول الوقت هو الحاجة اللي بتفرق بين الأرض وبين السماء. لكن السماء عشان تقول للأرض إن أنا لسه مرتبطة بيكي كانت بتتمثل على صورة ست على شكل نص دايرة، بتلمس الأرض بإيديها وبأطراف رجليها صوابعها عشان تعمل الشكل ده. وده معناه إن المصريين القدماء كانوا شايفين إن الأرض كروية، ما كانوش شايفينها مسطحة زي ما ناس كتير بتقول. وكمان عشان يقولوا لنا إن إحنا لو موجودين عند البحر وبصينا هنلاقي السماء نازلة من الناحية اللي هناك، لو إحنا فوق الجبل وبصينا هنلاقي السماء نازلة. فازاي ان احنا بنشوف السماء نازله في كل حته؟ عشان كده مثلوها بشكل ست على شكل نص دايره بتلمس الارض بايديها ورجليها، عشان يقولوا لنا ان ده نص الارض اللي هو بيمثله السماء اللي هي على شكل نص دايره اللي احنا بنشوفها في كل مكان في الافق. شو ده كان عباره عن الغلاف الجوي اللي كان موجود عشان يحمي الارض وعشان يرفع السماء، زي ما موجود برضو في الاديان انه على شكل مثلا او بيمثل، خلينا نقول عمود يرفع السماء. هي ليها نص بس الحقيقة أنا مش فاكراه برضه. فالشو خد شكل راجل، وشو ده كان دايما على شكل واحد نص راكع، حاطط ركبة على الأرض وركبة مرفوعة شوية ومتنية، وإيده طالعة فوق بيرفع بيها نوت اللي هي بتمثل السماء، ودايس بالرجل التانية على جب عشان يفضل جب تحت وكمان يثبته، تفضل الأرض ثابتة طول الوقت. وتفنوت أخذت شكل ست، لبسناها لبس ست وسميناها ست وسميناها تفنوت اللي هي بتمثل الرطوبة، زي ما قلت لكم مسؤولة عن الأمطار والسحب والمية والحاجات كلها اللي ليها علاقة بالرطوبة. بعد كده حصل تزاوج بين الأربعة ونتج عنهم جيل تاني من الموجودات، ما ينفعش نقول آلهة لأن هم مش آلهة. بعد كده جالنا الجيل التاني اللي هو إيزيس وأوزوريس وست ونفيس. دول أربعة كانوا مكونين من جزئين، الجزء الأول اللي هو الزوج الأول اللي هو إيزيس وأوزوريس، والجزء الثاني اللي هو ست ونفتيس. دايما في مصر القديمة هنلاقي إن هو بيحاول يقول لنا طول الوقت إنه دايما في حاجتين عكس بعض. يعني إيه حاجتين عكس بعض؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا ما عنديش نور أنا مش هشوف الضلمة، لو أنا ما شفتش بالليل لما يجي الصبح مش هعرف إن ده صبح، لأنه الحاجات بتبان من التضاد. فهنلاقي دايما الحاجة فيه منها الخير والشر. الزوج بتاع إيزيس وأوزوريس ده كان بيمثل الخير، أما ست أخو أوزوريس وأخوهم كلهم ده كان بيمثل الشر.
عايز يقول لنا ان لازم يكون في توازن في الحياه، وبنسميها يعني دلوقتي رمانه الميزان. رمانه الميزان دي خد شكل ست شيك واموره وجميله، وحاطه ريشه فوق دماغها. مش اي ريشه، ريشه نعامه. ريشه النعامه لو شفناها هنلاقي ان ريشه النعامه الجزء اللي على اليمين قد الجزء اللي على الشمال، فهو بالظبط معنى كده التوازن، ومعنى كده الهارموني، ومعنى كده التناغم. ماعد دي اللي لبسناها ست هي المسؤولة ان هي توازن بين الخير والشر، ان هي توازن من كل حاجة. ولما الانسان كان بيموت كان بيروح يعترف قدام ماعد، وماعد اللي كانت بتمسك الميزان تحط في ناحية الريشة بتاعتها وتحط في الناحية التانية القلب بتاع المتوفى. لو الريشة بتاعتها اتقل من القلب معنى كده ان الشخص ده كان شخص كويس، لو القلب اتقل من الريشة معنى الشخص ده ما كانش كويس واحنا مش محتاجينه. واحد الاختلافات كمان ان احنا ما كانش عندنا نار وجنة، لكن عندنا جنة او نون اكزيستنس اللي هو الفناء. ففي كائن كده ميكس من كذا حيوان كان بياكل القلب. لما ياكل القلب معناها الفناء، مش بياكل الجسم، لان زي ما قلت لكم النية بتمثل دائما بالقلب، فالقلب كان هو اللي بيتحط في الميزان بتاع ماعر. دي تسوع هيليوبلس اللي هو بيتكلم عن نفس الفكرة، بيتكلم عن قصة الخلق كلها بس دخل شوية في التفاصيل. اما في منف فاحنا ابتدينا ببتاح. بالمناسبة البتاح ده هو التمثال اللي بيبقى معمول على شكل موميا، وفي الايدين طالعين من جوه ماسكين حاجة في ايديهم. ولو ركزتوا شوية هتعرفوا ان التمثال بتاع الاوسكارز هو ده على شكل الاله بتاح اللي هو بيمثل الخلق والابداع. يعني ايه الخلق؟ ايه علاقة الخلق بالابداع؟ انا يعني شرحت لكم حاجة بفكرة ان انا روائي وبكتب رواية، أنا بخلق شخصية وأنا بخلق قصة وأنا بخلق حبكة وأنا بخلق الرواية كلها من الأول للآخر. الرواية دي قبل ما أفكر فيها ما كانتش موجودة. معنى كده إنه التفكير ده عبارة عن عملية خلق. أنا راجل بعمل تماثيل، هجيب قطعة قلطين أو أيا كان الماتيريال اللي أنا هشتغل بيها هشكلها على الشكل اللي أنا عايزه. أنا هفكر دلوقتي إن أنا عايزة أعمل شكل ست بترقص باليه، فأنا فكرت في الفكرة، باخد ودي مع نفسي في الفكرة، فالصوت بعد كده بقرر ان انا هشتغل بالماتيريال معينه، بجيب الماتيريال بقى في حاجه وجود مادي. الوجود المادي ده انا بشكله بايديا على شكل ست بترقص باليه. انا خلقت حاجه، انا صنعت حاجه من لا شيء. فعمليه الخلق تمت بالصوت وبعدين تحولت لوجود مادي. نفس القصه. فالخلق هو الابداع. عشان كده بتاح ده بتاع منف هو المسؤول عن الابداع والمبدعين والفنانين، وبيسموه يعني خطأ إله الإبداع والفنانين والصناع. هو ده بتاح بتاع منف. عندنا حاجة مختلفة تماما اسمها ثامون الأشمونيين. الأشمونيين أو شمو معناها 8 باللغة المصرية القديمة. الأشمونيين دي مكانها موجود في المنيا. الأشمونيين دي اتكلمت في نفس النظرية اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي نظرية الخلق، ازاي الكون ده اتكون. والحاجة المهمة من الحاجات الركائز الأساسية في نظريات الخلق كلها اللي ظهرت في مصر القديمة إنه عايز يوصل لنا إن كل الموجودات انفصلت من واحد بس. يعني الكل في واحد والواحد في الكل. يعني أنا كان عندي حاجة واحدة، حاجة واحدة اللي هي فكرة، حاجة واحدة اللي هي الإله، وبعد كده انفصل من الإله ده الحاجات. الكلام المنطوق اللي هو نطقه ده جزء من الإله، خرج من الإله قال كلمة فليكن ماء ظهرت المية، فلتكن سماء ظهرت السماء، فليكن جبال ظهرت الجبال. فإحنا في الحقيقة بنتكلم على واحدة واحدة ابتدت تنفصل في موجودات صغيرة، بس هي في الأصل واحد. عشان كده بيقول لنا إن إحنا في الأصل كلنا كنا واحد، وإن إحنا كلنا خارجين من حاجة واحدة. فلما تتكلم على حد ما تتكلمش على حد وحش، لأنك في الأصل بتتكلم عن نفسك. وهي دي فكرة الكارما، إنه ما يخرج منك يعود إليك. لو أنت خرجت حب هيرجع لك حب، لو أنت خرجت كره وحقد بتدعي على الناس طول الوقت وده متضايق من الناس والناس دي وحشة وعندك غضب، بيخرج منك زي السهم كده بيرجع لك تاني سهم. مش لازم يرجع لك من نفس الشخص، بس انت في الاخر جزء من الكل. فلما لما تغلط او لما تسيء لجزء اخر من الكل فانت كده بتسيء للكل، والاساءة دي هترجع لك لانك برضه جزء من الكل. فركيزة من الركائز الاساسية في فكرة الخلق ان احنا بنتكلم عن موجودات خرجت من الاصل. احنا وصلنا دلوقتي لسامون الاشمونيين. ايه سامون الاشمونيين؟ الحقيقة سامون الاشمونيين ده برضو من النظريات الفلسفية العميقة جدا اللي بتشرح برضو قصة الخلق. فيها حيوانات وفيها موجودات أساسية وفيها فكرة فلسفية عميقة. عبارة عن 8، عبارة عن 4 أزواج، 4 تعابين و4 ضفادع. طبعا هو بيختار الحاجات دي لأسباب فلسفية عميقة احنا ممكن نبص لها على ان هي أسطورة، بس هي في الحقيقة بتتكلم عن حاجات خفية
وأسباب باطنية احنا محتاجين بس نتأمل فيها شوية عشان ناخد بالنا منها. لازم نعرف مميزات كل كائن من الكائنات دي اللي هي الثعابين والضفادع. الحية بتبقى نظرتها ثاقبة وبتبث السم بسرعة وبتقتل اللي قدامها، وبيقال انه الحية بتعمل تنويم مغناطيسي لأي حد قدامها وبعد كده بتقتله. فدي تتميز بالحكمة وتتميز، عارف كده ان هو ايه، انا قاعد باصص لك وانا فاهم انت بتقول ايه وبرقد لك، وفجأة هروح ايه، هقرر ان انا هموتك، فهطلع السم في وشك او هعضك او اي حاجة وهقرر ان انا اقتلك. فدي حاجات من مميزات الحية او الثعبان. اما الضفدع بقى، الضفدع ده بيتميز بان صوته بيبقى الاعلى في مرحلة التزاوج، لما يبقى بينادي الجنس الاخر بيتكلم بصوت عالي وصوته بيبقى الاعلى في مرحلة التزاوج. وكمان لسانه طويل جدا ان هو بيعرف يوصل بعيد ويرجع. ايه عملية التزاوج اللي بتحصل في حالة الحية او في حالة الثعبان؟ انه الثعبان، انثى الثعبان دي بتقدر تخزن اكتر عدد من الحيوانات المنوية داخل البيضة، والذكر بيقعد على البيضة او بيقعد مراقب البيضة وبيحافظ عليها، وده بيمثل البيضة الكونية اللي خرج منها الاله او خرج منها طائر الابيس اللي قعد يصيح بصوت عالي ويقول انا الروح، انا الخالق الذي خرج من المياه الأزلية. ايه بقى الأربع حيوانات المهمين جدا اللي بيمثلوا بشكل باطني فكرة الخلق في نظرية الخلق في الأشمونيين أو في سمون الأشمونيين؟ رقم واحد الأرنب البري. الأرنب البري ده أرنب مش الأرانب اللي احنا بنشوفهم، وزنه بيوصل لحجم كبير، وده بيعيش في الصحراء أو بيعيش في معزل عن العالم، أو مش بيعيش يعني في المجتمعات اللي فيها سكان. من احد الاختبارات المهمه اللي كانوا بيعملوها الكهنه لاي حد كاهن قرر ان هو يلتحق بالمعبد في الاشمونيين، ان هو بيعمل سبق او بيعمل زي منافسه بينه وبين ارنب بري. يعني ايه الارنب البري؟ الارنب البري ده الرجلين اللي ورا اطول من الرجلين اللي قدام، فعنده قدره سريعه على تغيير مسار الحركه. يعني ممكن يكون بيجري كده وفجاه يروح قالب الناحيه التانيه، وده عايز يوصل للكاهن اللي قدامه اللي بيعمل معاه منافسة مبارزة ايا كان اللي هو بيجري وراه، ايا كان هو بيعمل ايه، بس يبقى عنده الوعي بتاعه ينزل لمستوى الوعي بتاع الارنب البري، وبكده يفهم الارنب البري بيفكر ازاي، فيتوقع حركته تبقى عاملة ازاي. وده بيقصد منه ان احنا بنهزم الوعي جدا، بنطلع بيه من مرحلة الوعي الحيواني او من المرحلة الحيوانية للوعي للمرحلة الانسانية، لان كل انسان جواه وعي مرتفع ووعي منخفض، وحسب انت بتشتغل على انه جزء. ومعناه ان الانسان جواه قوة خير وقوة شر، اللي انت بتشتغل عليها اكتر وتغذيها اكتر هي اللي بتطلع. المجرم هتلاقي ان في جانب مضيء جدا في حياته، والانسان الكويس هتلاقي في جانب مظلم جدا في حياته، مش كل الناس تعرف. فهو في مدرسة الأشمونيين أو في نظرية الأشمونيين هو كان بيعتمد إن هو بيشتغل على الوعي اللي كان مستخبي خرج فوق، فإحنا طلعنا الوعي المستخبي، الوعي اللي هو درجة رؤيتك للأشياء وفهمك للأشياء بشكل عالي. يا ترى الوعي ده منخفض ولا مرتفع؟ لما شخص يكون وعي منخفض أفكاره بتبقى متدنية ومشاعره متدنية وكل حاجة عنده بتبقى متدنية جدا، ونسبة فهمه للأشياء بتبقى متدنية. لما وعيه يبقى مرتفع معنى كده إن هو بيرتقي بالوعي بتاعه. فإحنا خرجنا الوعي اللي هو كان كامن في المية وكان مستخبي في المية لفوق الأرض، عشان كده اختاروا حيوانات واختاروا أشكال موجودات ليها علاقة وطيدة جدا بالأرض. الحياة بتزحف على بطنها على الأرض، الحياة مش بتطير، فلازم تلمس الأرض، فده معناه وفي الغالب بتعيش تحت الأرض في جحور وبتطلع فوق. هي بتمثل خروج الوعي من مرحلة إن هو مستخبي أو مش متشاف أو محدش يعرف عنه حاجة لمرحلة إن هو خرج بره. وكمان التلامس مع الأرض ده بيعمل تجذر في الأرض، إن إحنا منتميين للأرض كمان، وده بيعزز انتمائنا للجبل. هي الأربع حاجات بتتكلم عن أفكار عميقة جدا. واحد فيهم بيتكلم عن المياه الأزلية اللي أنا حكيت لكم عليها في تسوية هيوكليس. النقطة الثانية بتتكلم عن الفراغ والأبدية. شوف ربط الفراغ بالأبدية. الفراغ إنه مفيش حاجة موجودة، مفيش حاجة موجودة يعني مفيش بداية ومفيش نهاية، يعني الانفينيتي، يعني زيرو. الزيرو ده رقم في الحضارات القديمة مهم جدا لأن هو بيمثل الفراغ وبيمثل كمان الأبدية في نفس الوقت. زيرو معناه إن إحنا لا ابتدينا ولا نقصنا، يعني أنت مش بلس ولا نيجاتيف ولا ماينس، فأنت كده في مرحلة الثبات، في مرحلة الانفينيتي، في مرحلة الأبدية، في مرحلة الفراغ.
فهو زوج من الأزواج بيمثل الفراغ الكوني. زوج تاني من الأزواج بيمثل الظلام الكوني. يعني ايه الظلام الكوني؟ يعني الظلام الأساسي اللي خرج منه كل حاجة، لأنه لما كان المحيط الأزلي ده موجود احنا ما كناش شايفين المحيط، لأنه ما كانش فيه نور أصلا، كان ظلام، ما كانش فيه حد شايف أي حاجة، ما حدش شايف، ما فيش وقت، ما فيش نو تايم، ما فيش لا وقت ولا في مكان. الحاجات دي أو المفاهيم دي ما كانتش موجودة لأنه ما كانش فيه نور، كان ظلام أبدي سائد في كل حتة، جوه المية وفوق المية، فما كانش حد يقدر يميز أي حاجة. فلما ظهر النور بقينا نعرف ان في ظلام وفي نور، وفي النور ده عمل لنا الوقت، لانه الشمس بقت بتطلع بالنهار وتمشي بالليل، فبقى عندنا اليوم، بقى عندنا الصبح وعندنا بالليل. اي نعم كونسبت الوقت ده ظهر مع الاغريق، بس برضو ابتدينا نعرف انه في لولا الظلمة لم يكن هناك نور. الزوج الرابع كان بيمثل الخفاء. الخفاء يعني ايه؟ يعني حاجة انا مش شايفها. بيقال عن الإنسان إن حواسه محدودة، إن إحنا نظرنا بيقدر يجيب لغاية مسافات معينة. الحاجات البعيدة جدا زي مثلا الكواكب اللي بتمشي حوالينا مش هنشوفها، الجالكسي مش هنشوفها. الحاجات الصغيرة جدا أقل من مستوى نظرنا مش هنقدر نشوفها، زي البكتيريا والجيرمز والحاجات دي. مثلا سمعنا عندنا تقريبا من 60 ل 60 ألف ديسيبل، أقل وأعلى ما نسمعوش. ما بنسمعش صوت أعضائنا، ما بنسمعش صوت جسمنا من جوه، ما بنسمعش صوت الدورة الدموية، ما بنسمعش صوت الكائنات الصغيرة جدا زي البكتيريا والحاجات دي. الأصوات العالية جدا ما نسمعهاش، يعني لو في انفجار بصوت عالي مدوي فوق 60 ألف ما نسمعوش. معنى ده ايه؟ معنى ده ان الانسان بيبدأ يحس ويشوف الحاجات اللي الحواس بتاعته بتدركها. الحواس بتاعتي، ودني قادرة تسمع الصوت ده يبقى ده موجود، مش قادرة تسمعه يبقى ده مش موجود. لكن الخفاء بيقول ان في حاجات كتيرة انا مش شايفها بس هي موجودة. وده المعضلة اللي بنقف قدامها لما بنتكلم عن فيزياء الكم مثلا، او لما بنتكلم عن آه، فكرة الطاقة. الطاقة طالما انت حاجة مش شايفها بعينيك مش قادر تفهمها، لان الحواس محدودة، فما تقدرش تشوف الطاقة، لان الطاقة مش يعني زي الواي فاي كده، انا مش قادرة اشوف سلك بيمشي فيه النت، فانا مش قادرة افهم ازاي النت بيجيلي في التليفون ومفيش سلك. فالحاجات اللي حواسي المحدودة مش بتقدر تشوفها بعتبر ان هي مش موجودة، ولكن هي موجودة، ولكن في الخفاء، في بعد تاني. فالخفاء ده، الخفاء الازلي او الخفاء عموما، ده كان بيمثله الزوج الرابع من الضفادع والحقيقة. الحيوان الرابع بقى اللي بتمثله، اللي تم ذكره في سمون الأشمونيين، هو الإبيس، طائر الإبيس أو طائر اللي هو بنسميه أبو قردان. أبو قردان ده الريش بتاعه أبيض، وهو بيطير شكله عامل زي القلب، وريشه أبيض بيعكس النور، وبالليل بيعكس ضوء القمر. وكمان ده ساعات بيتسمى جاكوتي أو توت أو توت، حسب ما احنا بننطقه بلغة ايه. ده بيرتقي بوعي الإنسان من الوعي بتاعك المحدود لوعي غير محدود. عشان كده كان يمثل الحكمة، رمز الحكمة، ويسموه برضو خطأ رب الحكمة أو إله الحكمة، جاكوتي. عشان كده في المكان اللي هو في الأشمونيين لقوا جبانة تحت الأرض بالكامل موجود فيها مومياوات لجاكوتي أو طائر الإبيس ده، أو ساعات بتمثل بشكل القرد أو البابون يعني. دي هي الحيوانات الأساسية اللي كانت بتعتمد عليها النظرية. وزي ما شرحت لكم الأفكار الباطنية اللي ورا النظرية، فالمفروض نبقى حطينا فكرة كاملة من خلال الثلاث نظريات، دمجناهم مع بعض وفصلناهم عشان الفكرة الأساسية توصل إنه إزاي تم خلق الكون. نفس النظريات لو قعدنا ندور في النصوص هنلاقي إنه في جزء موجود بالنص هنا وجزء موجود بالنص هنا، وسفر التكوين نفس الكلام اللي مكتوب اتعمل. أنا عارفة إن الفيديو النهاردة ما كانش سهل إن هو يتم استيعابه، وتحتاج تشوفه مرة واثنين وثلاثة عشان تفهم. لو في اي اسئله في التفاصيل اللي هي كانت كتيره برضو اكتبوا لي، محتاجين نعمل فيديو بشكل مفصل عن ايه بالظبط نتكلم فيه. وهنبدا، يعني انا في مرحله دراسه للحضارات، للقصص نشأة الكون والخلق في الحضارات القديمه الثانيه. هنعمل فيديوهات عن كل حضاره قديمه شايفه فكره الخلق ازاي، ونشوف هل في حاجه مشتركه بينها وبين مصر ولا مختلفين عن بعض، باختلاف فكرة انه التايم لاين ما كانش هو بس دي برضو حضارات قديمة، فاكيد بعضهم بعض. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويكون عرفت اوصل حاجات شوية مش بسيطة بشكل بسيط او سلس للناس، ومستنية رأيكم. شكرا، انا كنت معاكم كاترين من المرشدة السياحية بالعربي، شكرا جدا.